إلى روح النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى روح ما اجتمعنا لأجله، رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، وأقل الفداء يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبا عبد الله. كنتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. راحلون أنت والليالي نزول، ومغرون بك البقاء الطويل. لا شجاع يبقى فيعتنق البير، ولا آمل
غاية الوصول ذبول عادة للزمان في كل يوم خل وتبكي طلول ما يبالي الحمام أين ترقى بعدما غالت ابن فاطم غلو يا جوادا أدمت جوادا من الطار وولى ونحره مبلول أتراني ألذ ماء أتراني ألذ ماء ولم تروى من مهجة الإمام غليل نشرب لذيذ الماء حاشا واهلي قضى وكلهم عطاشا أنا شلون أشرب وأخوي حسين عطشان والسكنة والحرام وأطفال رضوان رضا قلب العليل الذهب نيران يا ريت الماء بعد لا حلو. هذا لسان أبو الفضل العباس تعلمون نزل على المشرع العباس اغترف غرفة من الماء أحس ببرودة الماء أوصلها إلى فمه تذكر عطش الإمام الحسين قال كيف أشرب الماء وأخي الحسين عطشان. هذا الوفاء من أبي الفاضل يوسف شاعر أهل البيت يقول بس خوات قمر هاشم صدق خوة وعنوان الوفاء والخوة بس خوة هم شفتوا أخاي ما يشربوا مية ويلتذ بالعطش من أجل يانية من أجل الأخوة وهم بس هي وبلذة الأخوة قام يتروى. لذلك لما وقف عليه أبو عبد الله صاح الآن انكسر ظهري يا ابن والدي الآن قلت حيلتي يا عباس آل حسين يمك واختلط الدمع بفيض دمك وسكنة تسلي الطفل باسمك تقل ساعة ويجيب الماء يعمك يا ساعة ويجيب الماء عمك بعد يقول لها سأصف لك حال سكينة تهدئ أخاها عبد الله الرضيع عشان يبكي
تقول له أخي عبد الله لا تبكي، إن عمي العباس سيأتينا بالمال. يقول له سكنت سكت أخوها بالمهاد، تقول له يا عبد الله لا تبكي بعد، والله عمك العباس ما يخلف وعايا يا ماما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت سنة إلهية ربانية لا تستثني أحد. ما شفنا حدا استثنى عن الموت، خصوصا من تنظر إلى الآباء والأجداد الكبار بالسن لم يبقى منهم إلا القليل، لأن الله قال كلمة كل نفس ذائقة الموت. هاي الكلمة الربانية كل نفس ذائقة الموت تحكي لنا تكشف لنا شيء، أن الموت لا هو البداية ولا هو النهاية. الموت مرحلة من المراحل التي يمر فيها الإنسان، عالم من العوالم. دنيا عالم، دنيا عالم، مش أول عالم نحن نمر به الدنيا، لا كنا في عوالم أخرى. بيحكي لنا إحنا كنا بعالم الذر بس ما بنتذكر إحنا كيف كنا بعالم الذر، ما بنتذكر. لكن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى. بعالم الذر صارت أشياء اللي نحن الآن نمر بها الآن بالدنيا والتي سنمر فيها بعد الموت كلها شفناها بعالم الذر، بس ما عندنا ذاكرة تحتفظ بماذا رأينا في عالم الذر. الله سبحانه وتعالى يشيرنا إلى هذه الإشارة. بعدين مرينا بعالم الأرحام، الأصلاب، من الأصلاب إلى الأرحام. بعالم الأرحام الواحد يعيش 9 أشهر، هلا بعض الناس 6 أشهر على اختلاف. 9 أشهر، هال9 أشهر العلماء ماذا يقولون؟ يقولون لو هذا الطفل الجنين الذي في بطن أمه بنحكي معه بنقول له أيها الجنين ذكرا كان أم أنثى، كيف عايش أنت؟ راح يحكي لنا كيف عايش. هلا اليوم العلم بيقول لك كيف عايش جنين في بطن أمه، هالمكان الضيق المطلق بالرحم، يتغذى من هذا الحبل السري، من يأخذ طعامه وغذاءه وهواءه من أمه، يتأثر بما تتأثر به الأم، انفعالات الأم، حزن الأم، فرح الأم، الحالات النفسية، الطعام الذي تأكله الأم يتأثر به الجنين في بطن أمه. مش هذا الغرض. لو قلنا له كيف عايش راح ينصف لنا المكان، بيقول أنا عايش المكان مش شايف غير هذا المكان هو. بس لو قلنا له أنت راح تخرج بعد أيام إلى دنيا وعالم أكبر من هذا العالم والمكان الذي تعيش فيه مليارات المرات، بيستوعب هذا المعنى؟ ما بيستوعب.
لأنه عايش بهالمكان الضيق، هالمكان المظلم. لو قلنا له هذا العالم بعد سنة وسنتين بتصير تاكل بإيدك وتمشي على إجرك، وبعدين تكبر شوي شوي وتظهر تلعب وتكبر، وبعدين يصير عندك وتتزوج ويصير عندك أولاد وتكثر، وآخر شيء تكبر بالعمر وينحني ظهرك وتصير تمشي على عكازة تتعكز، ما بيقدر يستوعب هذه لأنه ما شافه، بعده ما شافه. بس بنقول له هذا الكلام كلام حقيقي، اللي قبلك هيك عاشوا ما بيستوعب. نحن كذلك، نحن الآن لما خرجنا إلى عالم الدنيا الله شو عم يحكي لنا؟ يعني قال الدنيا آخر شيء؟ لا، قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأنفس وبشر الصابرين والأنفس. طيب إذن هاي قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هون مش الحياة، الحياة الدنيا لعب، مرحلة الطفولة لعب، يكبر شوي الولد أو المولود ذكر كان أو أنثى، اللعب يتحول شو إلى له لعب بلذة، يعني تتحرك شوي تكبر، تنشأ الغريزة تكبر، صار فيه لذة. شايف ابنك من يلعب قلت له تعال صار وقت الطعام تعال كل، ما بده، تصير بتلح عليه بينزعج. ليش؟ يعني يعيش مرحلة له لعب وله، بعدين زينة، اهتمام بالمظهر، بالشكل، بالصورة، يرتب شكله، مظهر، مسألة المظهر. الآن شوف قديش الآن اللي يعيشوا هذه المرحلة من العمر قديش الآن يصرفوا على المظهر، قديش يصرفوا على المظهر. بس مسألة غريزية الله جاي يحكيها، بيقول أنتوا يا بني آدم هيك، أنتوا يا بني آدم هيك، تخلصوا العمر هيك، بعدين يخلص من مرحلة الزينة، فاتوا مرحلة التكاثر، تزوج صار عنده أولاد، صار قديش بده يجمع، قديش بيخلف أولاد. وبعض الناس يتباهون أنا عندي هالقد أولاد، داخل بيقولوا هالقد عندي أولاد، صدقني. والله هم يحكي لنا عن المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله، ما كفاهم يتفاخروا بالأحياء حتى راحوا يتفاخرون بالأموات. والله قال لهم ألهاكم التكاثر. عايش مرات واحد يصير عقله صغير تشغله هذه الأشياء، فألهاكم التكاثر، ملتهين بهوذي، مشغولين بهوذي، تطلعوا بالعالم، شوف الدنيا، فكروا في آفاق السماوات والأرض، شوفوا ربكم هذا العظيم، عيشوا لحظات مع الله تبارك وتعالى، شوفوا كيف تستأنسوا عندما تعيشون مع الله تبارك وتعالى. شوفوا هذا محمد كيف، شوفوا علي كيف، شوفوا فاطمة كيف، شوفوا الحسن كيف، شوفوا أبو ذر كيف، شوفوا سلمان كيف، شوفوا عمار كيف، أسرهم حب الله تبارك وتعالى، لأن ذاقوا حلاوة حب الله. ملتهين بحب، إنه الملتهين تتفاخرون بالأحياء أو بالأموات، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا شغلكم، وين بدي يوديكم؟ لترون الجحيم، مو بس تشوفوها، ثم لترونها عين اليقين، مثل ما شايف بعضكم البعض الآخر كذلك. شوفوا الجحيم والعياذ بالله. هالمسلك بالحياة يوصل لك النتيجة. الله يقول ترى الدنيا لعب وله زينة، ما تستهلكم الحياة الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هونيك الحياة. يعني الآن القرآن من يحكي لنا بيقول أنتوا بعد الموت أولا بدكم تتذوقوا الموت. ليش هو الإنسان يموت؟ ما بيموت الإنسان يتذوق الموت. اللي يموت البدن المادي، هذا البدن اللحم والعظم، هذا هو اللي يموت، أما الروح ما تموت. ونحن بلا الروح الإنسان ما له قيمة، جثة هامدة الآن يصير الإنسان جسد وجثة هامدة مثل الحجارة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. طيب إذن هذا البدن هو اللي يموت،
لذلك يقول علي سلام الله عليه: ما تعطوا البدن أهمية مثل ما أنتم الآن تعطوها أهمية. صدقني بعض الناس عنده ثقافة بدن، ثقافة بدن، يعني كيف بده ينمي بدنه، كيف يربي بدنه، كيف يداري بدنه، ما فيش مانع، بس مش لهالدرجة. بعض الناس يحسب وزنه بالجرامات، الوزن يحسبه بالجرامات، لكن قديش يعطي اهتمام للوزن وللبدن مقابل هذا؟ ولا في شيء اهتمام بهذه النفس وبهذه الروح التي سيواجه بها الله التي لن تموت. الروح ما بتموت، تتذوق الموت. ولذلك قال: كل نفس ذائقة الموت. ما بنهتم احنا بارواحنا، ما بنهتم. ما هي الروح هاي اللي مرت بعالم الذر وكانت بعالم الذر، والروح اللي عاشت بعالم الارحام، وهي اللي عايشه الان بالدنيا. وحقيقه الانسان روح، حقيقه الانسان روح. الان تقيم الناس انت على ابدانهم؟ لا، التقييم مش على الابدان. الان تقيم فلان، تقيم على مستوى عقله، تقيم فلان بأخلاقه، تقيم فلان بحلمه، تقيم فلان بعلمه، تقيم فلان بصبره، تقيم فلان بتسامحه، تقيم فلان بصدقه. أنت الآن تنتقي لك صديق خائن، ما حدا يفتش عن الصديق الخائن، تفتش عن الصديق الصدوق، فتش عن الثقة، فتش عن الإنسان الذي لا يكذب، الإنسان الصادق في أقواله في أفعاله، فتش عن الإنسان اللي عنده صدر رحيم ويتحمل وعنده سعة صدر. وهذول كلهم ملكات موجودة بالنفس مش بالبدن. البدن وعاء يحمل الروح، مثل السيارة، صدقني مثل الطيارة. تركب بالطيارة من هون لبلدك، بالمطار تنزل وتترك الطيارة، تركب منها بالطيارة إلى مكة المكرمة، توصل لجدة تترك الطيارة، وهكذا. البدن كذلك، البدن وعاء يحمل الروح، يساعد الروح في أداء وظائفها. بدأ تركع رب العالمين يساعد البدن، بدأ تسعى في الخير في عمل الخير يساعد البدن. البدن أداة للروح. إحنا مشكلتنا نهتم بالبدن أكثر مما نهتم بأنفسنا. ولذلك قال رسول الله: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد شو هو؟ الزاد ما نحمل لا قمح ولا رز معنا، نحمل معنا أعمال. والأعمال شيء شغل النفس، شغل النفس. القرآن كلام الله أصدق القائلين، قال: كل نفس ذائقة الموت، مرحلة تمرون بها. بس أمامكم قال القرآن عقبات، بدكم تنتبهوا للعقبات. يقول الله في القرآن: أول عقبة يقول عقبة الموت. بسم الله الرحمن الرحيم: وجاءت سكرة الموت. عبر عنها بالسكرة. هلا سكرة الموت كيف؟ سكرة يعني ذهول، يعني فقدان عقل. هذه القصة يمكن أكثر إخواننا سامعينها، قصة سلمان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلمان ومرضه الأخير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، إذا مرضت مرضك الأخير خلي يحملوك للمقبرة ويكلموك أحد الموتى. كلموك أحد الموتى، أعطاهم مواصفات المرض. سلمان لما مرض المرض الأخير عيط، أولاده اللي حواليه قال له: روح جيبوا لي سرير، اشتروا لي سرير. لأن سلمان ما عنده سرير ببيته، صدقوني ما عنده سرير ببيته. سلمان جاي من الكوفة إلى المدائن، عينه أمير المؤمنين واليا على المدائن جنوب بغداد. فأهل المدائن مستعدين وطائمين ومرتبين حالهم ناطر سلمان والي أمير المؤمنين. هجى سلمان راكب على بغلة أو على فرس، حاطط له جرة ماء ومصلاية وهكذا شغلة حاطط على الفرس. هذا بيت سلمان. مار هاو ناطرين
مر عليهم سلمان سلام الله عليه، سلم عليهم سلمان وتجاوزوا، ملابس عادية طبيعية ولا شيء. بعضهم يا عمي احنا طولنا بالانتظار، خلينا نسأل هذا الراكب لعله صادف والي أمير المؤمنين إلينا، بركي شاف موكب الوالي. ركض واحد وراه قال له يا أخي العرب، قال له ايه تفضل، قال له ما شفت والي علي بن أبي طالب إلى المدائن اللي بعثوا للمدائن؟ ما مريت شفت موكب وكذا. قال له مين يعني، مين تقصد؟ قال سلمان المحمدي. قال له أنا سلمان المحمدي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له أنا سلمان. هذا يصيبه بخيبة أمل. طيب هذا الوالي هيك جاي ثياب عادية وراكب له على فرس وكذا، ذكرهم فيها سلمان. يوم من الأيام يقول غرقت بغداد والمدائن، ما كان في سدود ذيك الوقت، دجلة تمر بنص بغداد، غرقت. سلمان حط حصيرته ومصلايته وجرت الماء وطلع على التلة، والجماعة التهوا، هذا اللي يجمع ذهباته وهذا اللي يجمع شغلاته وهذا اللي بده يفرغ الغنم تبعه، واحد أخذ الماء وواحد وصل الماء إلى نص بدنه وواحد ضيع منه كذا كذا. اجوا هلكانين تعبانين، قد غمرهم السيل، كلهم وحل وطين وماء، وسلمان ما صار شيء، ناطرهم على التلة. قال لهم هكذا ينجو المخفون، هكذا ينجو المخفون. بس سلمان عنده قناعة، سلمان تربى تربية مقتنع بحياته هذه، ما تحتاج تربية. مو علي بن أبي طالب ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن عيشه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. إذا بدكم تعيشوا هيك ما بتقدروا، بدكم تتركوا تربية علي بن أبي طالب، قناعة علي بن أبي طالب. قل له اللهم ارزقنا القناعة فيما أعطيتني. هاي تحتاج تربية، وتحتاج جهد. الغرض الحياة الدنيا ممر، والأبدان تموت لكن الأرواح ما تموت. القرآن يقول ترى وراكم حياة ثانية، أول عقبة تمرون بها الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. كيف يجي الموت؟ الناس على شكلين بالموت، في موتة مريحة وفي موتة بها معاناة. سلمان حملوه إلى المقبرة، جابوا له سرير حطوه على سرير، حملوه إلى المقبرة، قال لهم اتركوني وروحوا عند الغروب. غربت الشمس، سلمان سلم على أهل القبور، السلام عليكم يا أهل الديار، يا أهل لا إله إلا الله، أنا سلمان المحمدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبرني حبيبي رسول الله أنه يكلمني أحدكم هذه الليلة. رد عليه واحد وعليك السلام ورحمة الله يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له سلمان أنت من الذين أنعم الله عليهم؟ لو شو من الذين غضب الله؟ قال لا، أنا من الذين أنعم الله عليهم، أهل النعيم. قال إذا كنت من أهل النعيم صف لي الموت. قال له شو بدي أوصف لك يا سلمان؟ يا سلمان نشرا بالمناشير وقرضا بالمقارير ولا سكر من سكرات الموت. من بعض الشغلات اللي مسويهم بالحياة الدنيا طبعا بالموت. يسأل الإمام الباقر، يسأل الإمام الصادق ليش؟ قال بعض الناس بالحياة الدنيا مخبصين عندهم ذنوب، الله يريد يرحمهم يستوفي منهم العقوبة بالدنيا وبالموت حتى يوم القيامة يدخلهم الجنة. بعض الناس لا، هو سيء سريرته خبيثة، خبيث السريرة وخبيث العمل بالدنيا، الله يعني يعطيه جزاء، وبالموت يشدد عليه سكرات الموت. وقال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بالبرزخ البرزخ حياة. كيف الدنيا
بعضنا يعيش فيها 50 و60 سنة. البرزخ الحياة من الموت إلى قيام الساعة نعيش بالبرزخ، بس يموت واحد منا ينتقل إلى عالم البرزخ بمجرد الموت، تغلب روح تنتقل إلى عالم البرزخ. بعالم البرزخ تصير أمور من بينها المساءلة، من بينها حضور منكر ونكير وإلى ما هنالك. إذن هذا صنف من الناس. يقول يوم من الأيام تقول الرواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان جالس وعنده كم واحد من المسلمين. دخل أمير المؤمنين متألم. قال له النبي ما بك يا أبا الحسن؟ قال يا رسول الله عندي وجع في عيني كثير يوجعوني عيني. قال اجلس يا أبا الحسن راح أحكي لك قصة. قال له يا أبا الحسن أخبرني حبيبي جبرائيل إذا نزل ملك الموت ليقبض روح الكافر. هذا الكفر شو هو؟ مرة واحد كفر كلي ومرة واحد كفر جزئي. كفر كلي ما يؤمن لا بالله ولا بكتاب ولا بقرآن ولا بدين، هذا كافر بالمطلق. كفر كل مرة لا. واحد مسلم لكن يكفر ببعض ما أنزل الله. يعني مثلا الله يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة وما يصلي، هذا كافر بالصلاة. الله مكنه صار مستطيع، والله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. ومن كفر ما بيروح للحج، هذا كافر بالحج. إذن قال إذا نزل ملك الموت يقبض روح الكافر، هذا كافر جزئي في بعض المواطن، بعض الأوامر الإلهية. يقول إذا نزل يقبض روح الكافر ينزل ومعه صفود من نار فينتزع روح الكافر انتزاعا. يقول أمير المؤمنين كان هيك متكي جلس. قال أعد علي هذا يا رسول الله فوالله لقد أنسيتني وجع عيني. هذا حديثك الثاني وجع عيني يا رسول الله. عيد الحديثاني. لا يؤلم الجرح إلا من به الألم وما بيحس. مرات واحد مر الموعظة ويتأثر بها، مرة واحد لا ما بيتأثر بالموعظة. أمير المؤمنين الأذن الواعية بس سمعها ينتقل إلى ذلك العالم، إلى ذلك المكان، إلى تلك الساعة. أمير المؤمنين وهو سيد إمام المتقين علي بن أبي طالب. وصنف من الناس لا. صنف من الناس يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا المؤمن، بعض المؤمنين الطيبين مش كل المؤمنين، بعض المؤمنين الطيبين يقول إذا حضرته الوفاة ودنا منه الموت بعث الله سبحانه وتعالى كتائبا من الملائكة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون عند رأسه، ويأتي ملك الموت يجلس عند رجليه. هلا بساعة الموت مين يحضر غير الملائكة؟ عندنا في الروايات أن أمير المؤمنين يحضر كل ميت. حارث الهمداني طرح السؤال على أمير المؤمنين يا أبا الحسن سمعت أنك تحضر بعض الناس عند الموت. قال لا يا حارث همدان كل من يموت أنا أحضر عنده. يا حار همدان، ثم أنشأ هذه الأبيات يا حار همدان يعني يا حارث همدان، حارث الهمداني يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو كافر قبلا. مو بس المؤمن أحضر، حتى الكافر أحضر عنده، لكن الكافر ألقي عليه الحجة. الكافر أطالبه بالتوحيد، أطالبه بالنبوة، أطالبه بالإمامة. فقال له أنا أحضر. إذن يحضرون، ملك الموت يجلس عند رجليه أو عند رأسه في بعض الروايات. يقول فيقول له ملك الموت أيتها الروح الطيبة في البدن الطيب ألا تحب أن تنتقل إلى رحمة الله ورضوانه؟ كيف لا أنتقل إلى رحمة الله؟ يقول فتنسل روحه كما تنسل قطرة الماء من السقاء. كيف تنزل
قطرة الماء من السقاء هذا اللي فيه ماء هيك. يقول فتتلقفها الملائكة يضعونها في ذلك الكفن الذي جاءوا به، الأكفان التي جاءوا بها من الجنة، ويحنطونها بحنوط الجنة ويرتفعون بها. كلما مرت على فوج من الملائكة أعجبتهم تلك الرائحة الطيبة فيقولون من هذا الطيب؟ يقولون هذه روح فلان التي كان في الدنيا طيبا. وعلى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل حتى تصل إلى حملة العرش فيقول الله تبارك وتعالى اكتبوا عبدي في عليين أنزلوا روحه إلى بدنه إلى الأرض. لأن بعد وراء شو عملية المساءلة ونزول الملكان يسألانه عن دينه ربه، يستعرضان عليه أعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذن في عقبة مهمة الله يحكيها لنا بالقرآن، وجاء سكرة الموت بالحق. لذلك الموت ممر ننتقل فيه من هذه الدنيا إلى عالم ثاني. هذا العالم نظل فيه بس ما في شغل، ما في عمل، نحصد ونأكل ونتمتع ونتعامل على أساس أعمالنا في الحياة الدنيا. شو كنا عاملين بالحياة؟ شو قدمنا لتلك الدار؟ نجدها هناك. ولذلك المؤمنون يشتاقون إلى لقاء الله. اللهم شو بيقول الإمام الصادق؟ اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك، إلى أن يقول مشتاقة إلى فرحة لقائك. يقول سمعت أنت بالمصرع حبيبي بن مسلم وغيره يقول لما كان الإمام الحسين سلام الله على الأرض سريعا يقول والله ما رأينا مكثورا جريحا قد كثرت به الجراحات يتهلل وجهه نورا وفرحا، لأنه كان يعلم أنه سيقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى، جاي يقرب من لقاء الله. ولذلك كان يقول إلى آخر لحظة من لحظاته صبرا على قضائك يا رب لا معبود سواك، إن كان ذا يرضيك فخذ حتى ترضى. تقول الحوراء زينب لما جاء الجواد وخرجنا معه بنات الزهراء وخرجت معه زينب على اختلاف الروايات، تقول وقفت على جسد أبي عبد الله بعد به حياة به رماق، تقول بس ضعف أبو عبد الله عن الكلام بعد ما عنده قدرة، أنهكته الجراحات نزف الدم عطش 3 أيام عطشان جو معركة، تقول ما عنده قدرة يتكلم، وضعت أذني قريبا من فم أبي عبد الله سمعته يقول صبرا على قضائك لا معبود سواك. ثم قال أختاه زينب أنا عطشان، أختاه زينب أبلغي شيعتي عني السلام وقولي لهم أنني قتلت عطشانا. يقول زينب لما سمعت هذا من أبي عبد الله وهو يشكو العطش وأرادت تتوجه إلى المشرع لتشكو للمحامي وللكفيل لأبي الفضل العباس عطش أخيه الحسين، التفت إليها أبو عبد الله زينب إلى أين؟ تقول له أنا رايح العباس جعده وركبك فوق زنده وخبره يا الحرم صارت بشده. فعلا زينب سلام الله عليها كان أهل العباس في كل شيء. ولذلك تذكرتم بس في هذا الموطن لما أدخلوها إلى الكوفة مع خواتها سبايا، يقول دخل على السبايا شاب قال اعطوني رأس أبي عبد الله الحسين، أتعطونه هدية
لهذا الطاغية. سألوه من أنت؟ قال أنا علي بن حبيب بن مظاهر. قالوا له تسأل عن رأس أبي عبد الله ولا تسأل عن رأس أبيك؟ قال رأس أبي ورأسي فداء لرأس أبي عبد الله. زينب أدخلوها مع أخواتها إلى المجلس. جاءت العشائر والقبائل لتخرج نساءها من المجلس. الرياحيون أخرجوا نساءهم والأسديون أخرجوا نساءهم. التفتت زينب يمينا شمالا لم تجد إلا بنات رسول الله لم يأتهن أحد إلى المجلس. توجهت إلى رأس أبي الفضل العباس تقول أخويا كل من له وليان جوها صاحايا وباسمها وطلعوها. بس زينب اخوتها محضروها. يا من يوم للطاغية خذوها. عباسك يبش كتيبتي وكنانتي وسرات قومي بلعايا يز حصوني. يا سعيد في كل معترك به أصفو. ربنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج سيدنا مولانا صاحب الأمر والسلام. اللهم شافي كل مريض واصبر كل فاسد من أمور المسلمين لدينا كل مدين وككل أسير. من اجتمعنا لأجله وبسببه اللهم تغمده برحمتك الواسعة. اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اشر مع محمد وآل محمد إلى روحه إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والماضين من علمائنا وأمواتنا وأمواتكم خصوصا المنسيين منهم ومن شيعة أمير المؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجو من الجميع المشاركة في الطعام في تناول الطعام عن روح المرحوم فقيد الشباب الغالي الأخ المرحوم علي رميت. إلى روحه وإلى روح أمواتنا جميعا نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله عظم الله عنك. حط فيها حاجة خلص زين.